مسجد محمد السادس بكوناكري معلمة دينية جديدة بعاصمة من عواصم القارة الإفريقية. صرح معماري وهندسي اعتمد المعايير المعمارية المغربية الأصيلة. هذه هي أول صلاة تجرى بالمسجد، صلاة يوم الجمعة. Avec l'initiative du roi Mohamed VI. هذا المسجد الذي بناه أصدقاؤنا المغاربة بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تجسيد بروابط التضامن والتآزر ومتانة العلاقات بين المغرب وغينيا. إنها ليست المرة الأولى التي تعبر فيها عن صدق علاقاتها، وهذا ما تجسده مبادرات جلالة الملك المتمثلة في البنى التحتية والمساعدات والأنشطة وغيرها من أشكال التضامن الذي يميز الروابط المتينة التي تعود إلى قرون من العلاقات بين شمال إفريقيا وغربها. تم تشييد المسجد الذي كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين حفظه الله قد أعطى انطلاقة أشغاله في 24 من فبراير 2017 بطاقة استيعابية تفوق 3000، ويهدف تشييد مسجد محمد السادس بكوناكري إلى إقامة الصلوات وتحفيظ القرآن الكريم ونشر الموعظة في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين الغيني والمغربي. هذا التدشين نحن نبارك ونشكر لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس على هذه المنحة الملكية. هذا الصرح هو فريد من نوعه في هذه البلاد. نحن في غينيا عندنا مساجد كثيرة، كل مسجد له طرازه، ولكن هذا الطراز المغربي وهذا التصميم المغربي والمعمار المغربي فريد من نوعه. ما قام به جلالة الملك من بناء هذا الصرح الكبير لمسلم غينيا فينا إنما يدل على أن العلاقة متينة جدا، وليس من الناحية الدينية فقط بل من الناحية التعليمية أيضا. كم من الطلبة الغينيين أيضا يدرسون في المغرب. تشييد هذا المسجد سيساهم في تحقيق استفادة جمهورية غينيا من التجربة والخبرة المغربية في مجال تدبير الحقل الديني وتعزيز القيم الدينية الداعية إلى التسامح والتضامن والحوار على أساس الثوابت الدينية المشتركة بين البلدين.